اعلنوا ولا لسه؟ لسه. تلاقيهم بيدوروا على الهلال. يكون في علمكم سواء رمضان كان بكره ولا بعده، فاول سحور هيكون عندي واول فطار عندي. رمضان غالبا هيكون بعد بكره يا جماعه. استنوا علي شويه يا حسن. فإننا نزف إلى المواطنين بشرى بدء الشهر الفضيل، وعلى ذلك يكون الصيام باكر بإذن الله. اما اقوم بقى علشان السحور. لا انا قلت السحور عندي انا عندي حاجات فايضه هجيبها برضه تساعد. بس يا ريت يبقى سحور خفيف يا ماما. ايوه، خفيف احسن حاجه. لو تخس يا سيد بيه كلنا لازم نخس ودي فرصه. السحور جبنه وفول وزبادي بس. هو كده خفيف. اهم حاجه في السحور الفول، هو ده مسمار البطن. والزبادي انا بفضل اتسحر زبادي وبس، بيطري على القلب طول النهار. لا لازم تاكلي حبيبتي. ماليش نفسي يا ماما. يا بنت بر نفسك، انت صبحه صايمه. شويه شوربه من فضلك يا سلوى. انا اكلتي المفضله في السحور هي الشوربه. شكرا. وانا اهم حاجه عندي على سحور الجبنه، ممكن اعيش على الجبنه لغايه تاني يوم. اعمل لك ساندوتش يا حبيبتي. ما انا باكل اهو. يا ماما ما بتاكليش. يا بنت كلي، هتجوعي على اخر رمضان هتبقي زي العصايه. على راي المثل، جوعه على جوعه بقت زعزوعه. الحمد لله. شبعت كده؟ ما انت عارفاني احب ابقى خفيف. في مكرونه من الظهر، اجيب لك حته؟ زي بعضه بدل ما تترمي. احط لك عليها صلصه، ويا ريت جنبها حتتين لحمه ملبسين كده. طب ما الطبق قدامك اهو، خد منه زي ما انت عايز. يا سلام، مكرونه شكلها حلو قوي يفتح النفس. هات طبقك انا احط لك. كمال، الله ما تسيبيه، الراجل سابح صايم. حسن انت هتتسحر جبنه بس يا ابني؟ خفيف. طب انا عندي فراخ عاملاها الظهر، تاخد واحده؟ ما يضرش. تعجبني، خد. انيسه، انت مش كنت عامله حمام محشي امبارح؟ فادوا جوزين وجبتهم معايا هم. عاوزهم؟ لا، جوز واحد كفايه. طب خد يا اخوي، خد بنفسك يلا. اجيب لك بالمره سلطانيه زبادي. زبادي ايه يا وليه؟ احنا هنلبخ على الاخر. بقول لك السحور لازم يبقى خفيف. الله، الحمام شكله مغري قوي. طب ما تاخد الجوز ده. لا انا هاخد واحده بس، لانه الحمام بيبقى حامي في الصيام. اعملوا حسابكم ان لسه في بيكاتا وملوخيه بالارانب ومحشي ورق عنب ودقيق باميه، ده غير الخشاف والكنافه وقمر الدين. كل دول لازم يخلصوا. ايوه بس ده يبقى كتير قوي. مش فاهمك. ده خفيف. اطلع بينا بقى على سوق الزلط. ليه؟ في واحد بتاع ترش بلدي هناك انا اعرفه كويس. هو لازم يعني ترش بلدي؟ امال يبقى صيام ازاي من غير ترش بلدي؟ لازم حاجه حرشه عشان تفتح النفس. ما في بتوع ترش كتير في سكتنا. لا، دول كلهم الترش بتاعهم اتقلت بركته، انما ده لسه بخيره. المعلم ابو ديل ده انا عارفه كويس قوي، ده عنده شويه ميه دقه انما شفا. بس انا ما اعرفش اروح سوق الزلط ده. سوق انت وانا هدلك. يا ماما